السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده بقى الفيديو بتاعنا أكلة حلوة قوي. اللي يعرف الأكلة دي يثبت نفسه ويكتب في الكومنت جميل كده زيه. احنا بنعمل ايه؟ أهم حاجة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ نسمي الله. ويا رب يا رب يا رب يا رب اللي تحط لايك وتكتب كومنت حلو كده تصلي على النبي فيه او تكتب لنا اسم الأكلة دي ايه، يا رب السنة دي إن شاء الله في رمضان بتاع السنة دي تكون تعمل عمرة يا رب كده، وتكون في مسجد الله الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. آه كمل الفيديو مع بعض للآخر علشان الفيديو يتثبت ويترفع والناس كلها تشوفه إن شاء الله، القناة بتاعتنا تكبر وسبب في إسعادي، تبقوا جبرتوا بخاطري، وربنا يا رب اللي يكبر بخاطري ربنا يكبر بخاطري يا رب، ويرضيكم ويسعدكم جميعا يا رب، ويبارك لنا جميعا في أولادنا ويهديهم. طبعا احنا هنعمل كده شوية شوية بصارة، بس بصارة تمام التمام على الكانون، مع شوية مخلل كده، بتنجان مسلوق وبتنجان مقلي وطماطم وخيار وبصل اخضر. أكلة شتوية جميلة متينة، أكلة حراقة كده وملهلبة قلبك يحبها على طول. طبعا احنا هنا مش في الغيط، احنا هنا على السطوح. اللي بيتفرج على فيديوهاتنا عارف ان احنا بنحب نصور في الشتاء على السطوح لما يكون الجو مغيم كده وفي ضليلة، نطلع نصور على السطح على طول، بيبقى الجو حلو قوي. آه هنخرط بقى بتنجانة كده رومي، الحمد لله ما طلعتش مبصدرة، نرش عليها شوية ملح عشان خاطر تتملح معانا وما تشربش زيت. اكيد طبعا كلكم شطورات وعارفين الحركة دي كويس، وعارفين احنا بنملحها ليه. هنركنها بقى على جنب شوية. هنا بقى ما شاء الله البصارة بتاعتنا ابتدت تغلي، والبتنجان في الحلة التانية بيتسلق، وحطينا كده بتنجانية تتشوي. نخرط بقى شوية خضار كده، والعيال ما شاء الله عاملين يلفوا اللهم بارك. صلي على النبي كده صلى الله عليه وسلم. اليوم كان جميل. بص اخر حته خياره في بقي على طول. مين بتعمل كده يا ولد؟ مين اخر حته خياره بتحطها في بقك؟ ده انا والشفا لينا جميعا. طبعا الاكله حلوه قوي، بس الولاد يعني ايه بيزمزقوا فيها شويه، فانا بصراحه يعني انا ما اكذبش عليكم. بصوا الخياره هتخلص، الخياره هتخلص، باعمل لهم أي حاجة تانية جنب البصارة عشان الكتاكيت الصغننة ما يعرفوش يعني إيه بصارة أصلًا. إيه يا ماما اللي أنتِ عملتيه شكلوها. بس طبعًا الحاج صاحب البيت وأنا بنعشقها. ندق بقى فصين توم كده حلوين عشان نخلي الطماطم الجميلة بتاعتنا دي، الله يرحمك يا ستي كريمة، يرحم أمواتنا وأمواتكم جميعًا يا رب، كانت أحسن واحدة تعمل طماطم مخللة. بأمانة أنا عمري ما كلت في طعامة الطماطم المخللة بتاعتها، ولا الكبدة. كانت تشوح الكبدة كده بحتة سمنة بلدي وفص ثوم وشوية ملح ورشة كمون ورشة فلفل اسود بس. كانتش بتحط في الكبدة أي حاجة تانية. حتة الكبدة البلدي وتخرطها مكعبات كبيرة، كنتش تعمل كمان مكعبات صغيرة، مكعبات كده وشرايح كبيرة، وزي ما قلت لكم معلقتين سمنة بلدي كده على فص ثوم، تشوح وتحط فص الثوم في الآخر، ما شاء الله بتطلع أحلى كبدة تاكليها في حياتك. الطماطم بتاعتنا اتشوت هي والفلفل، هي مليانة هباب من بره، بس احنا هنعملها كده بالراحة بإيه، بايدينا كده وبالشوكة، بحيث ان هي ما تهببناش وما تتهببش يعني وتبوظ. يا رب اللي لسه بتتفرج عليا صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يا رب يا رب يرزقها الخير كله عاجله واجله يا رب العالمين، ويرزقها بافضل مما تتمنى يا رب. ويا رب اللي تحط لنا لايك حلو كده زيها وتشترك في القناة، ربنا يرزقها الخير كله عاجله واجله، ويرزقها برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام يا رب. صب بقى شوية شاي كده على الراقية، واللي داق الشاي على الراقية عارف انا بقول كويس ايه هو الشاي على الراقية. طبعا الاكله دي لازم نعمل جنبها تحابيش عشان تتاكل، احنا بنحبها بس لازم نحبش جنبها. وكمان شويه كده اقلي العيال طاسه بطاطس حلوه كده، شويه تونه، افتح لهم علبه تونه ويتغدوا هما كمان. انا مش هطبخ جنب البتاع، انا كفايه اللي انا عملتها اصلا. على فكره الكانون من الحاجات الحلوه قوي اللي الناس زمان كلهم كانوا بيعملوها وكانوا معتمدين عليها. هو رخم في ولعته شويه، يمكن عشان انا مش متعوده عليه.
بس أنا باميل لعيشة البلد، باميل لعيشة الفلاحين أوي. فكرة الفلاحين دلوقتي ما بيعملوش قوانين ولا حاجة، ده إحنا اللي بنستعيد الذكريات. الفلاحين دلوقتي قاعدين ما شاء الله اللهم بارك في بيوت بأمانة، هي أحسن من بيوتنا، يعني إحنا بيوتنا دي مبنية من زمان أوي، لكن هم كلّهم لسه بانيين بيوتهم بقى لهم كام سنة، فتلاقي ما شاء الله بانيين كده حاجات اللهم بارك، يعني اللي يقولوا عيشة الفلاح طينة وقرف لا، لا، لأ، ده الفلاحين ما شاء الله اللهم بارك، مش تمشي كده في الشوارع بتاعة القرى، مش بيوت بقى قديمة، لأ، ده بيوت وعماير اللهم بارك، ربنا يوسّع على الجميع يا رب وعلينا يا رب، ويرزقنا جميعًا من فضله. شوية بقى بابا غنوج هنا كده بالطماطم المشوية، عسل، حُطّي توابلِك، تومِك، طحينتِك، وليمون، وكُلي أحلى بابا غنوج. البتنجان المسلوق هنا برضه استوى معانا، والبصارة برضه بسم الله ما شاء الله استوت وبقت جميلة، هنشيلهم كلّهم من على الكانون عشان إيه، نلحق النار قبل ما تصفى نعمل عليها بقية الأكل. الأكلة دي بنشتاق لها جدًا، للأسف ما باعملهاش كتير لإن الولاد ما بياكلوهاش، فباكسّل إن أنا يعني إيه، أنا عملت لهم حاجات تونة وبطاطس مقلية وبيض، بس برضه ما أنتِ لمّا بتُقفي تعملي بطاطس مقلية وبيض ما أنتِ بتُقفي في المطبخ برضه. فباستسهل إن أنا أعمل أكلة كلنا بناكلها، فتلاقيني الأكلات اللي هُم ما بياكلوهاش قليل، فرخت بقى نشتاق لها كده، تحسيها إيه، تاكلي ولا أكنِّك عاملة محشي وفراخ، تحسي إن اتنفختِ كده من كتر الأكل. صح يا خواتي يا حلوين؟ آمم إيه، أنا وقفت ليه؟ أنا فصلت والّا إيه؟ طبعًا اليوم كان طويل النهارده الحمد لله، كنا الصبح في المستشفى بإيمي نعمل الجلسة، طلعت كانت عايزة sweatshirt رُحت جبت لها واحد عشان خاطر الأستاذة عندها حفلة في الدرس بكرة، فربنا يصلح حالنا وحالهم يا رب ويسعدهم ويهنيهم ويجعل أيامهم أحسن من أيامنا يا رب. عاملة لكم بُصّوا بقى أحلى وردة بالبتنجان بالزيت، بُصّوا الوردة بتاعتي ما شاء الله وردة، وردة. بتنجان اتحمّر وأنا مش عارفة أقلبه أصلًا، النار شعوطت إيدي وجيت أكمّل هنا النار لهلبت صوابعي بتاعة البصارة من سخونتها، بصراحة عملتها في الكبة عشان ما أكذبش عليكِ، أنا شِلتها من البتاع انزلوا هاتوا الكبة بسرعة، رُحت ضرباها في الكبة ورُحت عاملاها. لو تتفرّجوا علينا ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلّي على الحبيب قلبك يطيب، فعلًا المقولة دي حلوة أوي، الصلاة على النبي ديّة والسلام بتريّح القلب كده. اللي هتقولوا لي مغطية ليه، أنا مغطية عشان أنا باعمل على السطح، أنا ممكن أتلفِّت كده، اتلفِّت كده دبانة لا قدّر الله، ناموسة، تراب، أي حاجة تُقع في الأكل، فأنا دايمًا باغطّيه. الchef إيمي بقى كانت تفتح لنا الإيه، اسمه إيه يا بنات، هو دوّة السفرة بتاعتنا. وصلتوا معانا لحد هنا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وشرّفتونا والسلام عليكم.